طيب أنا وجهة نظري الشخصية إنه لا البلف ده ولا النظام ده إجمالًا في العربية وجوده له أي لازمة أو أي داعي، بل إنه بالعكس ده النظام ده وقت ما بيتضرر أو بيحصل فيه أي مشكلة أضراره اللي بيسببها للعربية أكتر بكتير جدًا من مميزاته اللي هو أصلًا موجود علشانها. النظام اللي بنتكلم عنه ده أو المنظومة دي اسمها منظومة الE-Vape أو الEvaporation Emission System، منظومة إعادة تدوير بخار البنزين أو بخر البنزين اللي موجود داخل التانك. صانع السيارات قال لك والله إحنا عايزين نستفيد بكل ذرة بنزين موجودة في العربية سواء في التانك أو في المحرك أيًا كان، فإحنا هنجيب علبة كده موجودة تحت شاسيه العربية من ورا جنب تانك البنزين تحت العربية. العلبة دي هتخزن البخر بتاع البنزين اللي موجود في التانك، والبخر ده في توقيت معين وبناء على أمر من الكنترول هيبدأ بلف اسمه الكانستر إنه يفتح، فيبدأ بخار البنزين ده إنه يمر ويروح للمحرك ويتحرق داخل المحرك كنوع من أنواع اقتصادية الوقود والحفاظ على البيئة. طيب ده كده 95% أو أكتر من النظام، خلاص هو ده كده النظام، دي منظومة الإي فيب، انتهينا على كده تمام. تعالى بقى نشوف وقت ما بيحصل فيها مشكلة ايه اللي بيحصل في العربية. أولا بيكون عندك في مشاكل في التفويل أو أثناء ما أنت بتفول بنزين. لو حصل في منظومة الإي فيب مشكلة هتلاقي نفسك بتفول العربية على 5 6 7 10 مرات، كل شوية مسدس يفصل كل شوية مسدس يفصل. ده اشهر عيوب منظومه الاي فيب. تاني عيب من العيوب انك وانت بتفتح الغطا بتاع البنزين بتاع تانك البنزين تسمع صوت فسس. نفس الصوت ده، بص كده اسمع معايا الصوت ده، هو الصوت ده بالظبط. تالت عيب من العيوب انك بتشم ريحه بنزين قويه جدا جوه صالون العربيه، ودي حاجه كارثيه. رابع عيب من العيوب ان بيكون في عندك صرفيه بنزين زياده شويتين ثلاثه. اخد بالك من كم العيوب اللي بتحصل وقت ما الاي فيب او منظومه الاي فيب بيحصل فيها اي مشكله. وانا عايز اقول لك حتى الناس اللي لغت النظام ده في عربياتها ما حسيتش باي مشكله، حتى اقتصاديه الوقود او استهلاك البنزين ما حسيتش ان في استهلاك بنزين. وبدليل ناس كتير جدا ماشيه في مصر دلوقتي عندها عيب في منظومه الاي فيب او الكانستر ايا كان، والكود متسجل بشكل صريح وماشيين بيه سنين ولا اي مشكله. فالنظام ده وجهه نظري الشخصيه ما بقولكش الغيه، ولكن لو حصل فيه مشكله وايا كان اضطريت ان انت تلغيه مضطر، ما تقلقش انه يعمل حاجه في عربيتك عادي جدا ولا له اي لزوم. صدقني غير اللي انا حكيت لك فيه ده بس، محدش بقى يخوفك ويقول لك اصل هيحصل وهيعمل والعربيه والموتور والسحب والاداء، ملوش اي علاقه بالقصه دي. هو ده اللي انا حكيته لك وبس، وادخل دور ورا كلامي. واتمنى ما كنتش طولت عليك. سلام عليكم.